السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على جزئية مهمة جدا في كورس الأماديوس. هنتكلم النهاردة عن إضافة بيانات المسافر، بس البيانات الخاصة بقى اللي هي جواز السفر، بيانات جواز السفر. أول حاجة معانا كود ثابت هنا لحد هنا. ده كود ثابت بنستخدمه على السيستم عشان خاطر نفهم النظام إن احنا عايزين نضيف بيانات جواز السفر على التيكت. تاني حاجة كود شركة طيران اللي عليها الرحلة. وهنا طلب، معناه ان احنا عايزين طلب واحد بس، يعني احنا هنعمل حاجة واحدة بس اللي هي جواز السفر. بعد كده هنا بيكون رقم جواز السفر. رقم جواز السفر المصري بيكون أوله حرف ال A، بعد كده مكون من 8 أرقام. بعد ما ضفنا رقم جواز السفر المكون من أول حرف كابيتال بعد كده 8 أرقام، يعني هو مكون من 6 حروف وأرقام، اللي هو حرف واحد وثمان أرقام، من 9 قصدي، سوري، 9 حروف وأرقام، حرف كابيتال و9 أرقام و8 أرقام. بعد كده بنضيف تاريخ الميلاد، تاريخ ميلاد صاحب الجواز أو المسافر، 18 اليوم، بعد كده الشهر، بعد كده السنة. الام هنا بتوصف الجنس، ذكر أنثى طفل رضيع، بس المسافر عندنا هنا ذكر بالغ. وبعد كده بنضيف الاسم الأول واسم العائلة. بنضيف اسم العائلة الأول، معلش، بنضيف اسم العائلة الأول، بعد كده بنضيف تاني حاجة اسم المسافر. آخر حاجة معانا إن دوت إن إحنا ضفنا الجواز لشخص واحد على التذكرة، يعني الشخص رقم واحد على التذكرة، لأن إحنا عارفين إن إحنا ممكن يكون في تذكرة عليها شخص واثنين وثلاثة وأربعة، وممكن جروب كامل في التذكرة، بس بيكونوا مترقمين بواحد واثنين وثلاثة. شكل الكود بعد ما كتبناه كامل، هو احنا هنكتبه بالشكل ده تماما، بالظبط بالشكل ده. وبدل الشروط دي هنا هيكون في سلاش. نسيت لا منسيناش حاجة، هيكون في سلاش. هو ده، هي دي الطريقة اللي بنضيف بيها اسم أو بيانات جواز السفر على التذكرة. أنت كموظف حجز طيران لازم تكون عارفها كويس، ولازم تكون فاهمها كويس. ده شرح مبدئي. إن شاء الله لما يكون معانا السيستم بإذن الله قريب هنبتدي نشرح بالتفصيل وعملي، وهيكون في تدريبات عملي. هنعمل زوم ميتنج كده، وهنلم فيه أشخاص معينة، هنجمع فيه أشخاص معينة، وهيكون في أسئلة على الفيديوهات اللي شرحناها اللي فاتت، والفيديوهات اللي جاية إن شاء الله لما نفتح السيستم بإذن الله. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. أتمنى تكونوا فهمتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وأي أسئلة أي حاجة. بالمناسبة بداية من الفيديو الجاي هيكون في طريقة إن احنا نتواصل بيها مع بعض. عايز تسألني على أي حاجة في الكومنتات هرد عليه عامة في الكومنتات، بس اللي عايز يسألني سؤال أو عايز يتواصل معايا شخصيا، هيكون في طريقة بداية من الفيديو الجاي احنا بنوضبها عشان نتواصل مع بعض أكتر. وأي سؤال اكتبوه في الكومنتات وأنا هرد عليه كله إن شاء الله.
أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم.